سمسرة الإعلام والصحافة كله بيجري ورا السبوبة على حساب مين ما بيفرقش، والحلوين عملوا نفسيهم إعلاميين وركبوا الدفة وقال لك حلو نشتغل على المعازي، وأحلى شغل بيجي من المعازي. إيه الموضوع؟ تابع معانا هتعرف أصل الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقرير جديد من جوه الحدث. النهاردة عايز أتكلم عن فئة موجودة النهاردة على أرض الواقع من شبابنا، من بناتنا، من مجتمعنا عامة. ألاقي النهاردة في أماكن كثيرة جدا ألاقي حد يقول لك إيه، أنا الإعلامي فلان، أهلا وسهلا. أنا الصحفي فلان، أهلا بيك. حضرتك تابع إيه؟ لا يا عم، ده أنا عندي صفحة فيها أرقام. وايه تاني؟ والتاني كان عنده جروب ما شاء الله فيه. يا عم ماشي، حضرتك بتصدر ايه لاهالينا؟ انا شايفك النهارده رايح مكان عزاء، تابعتك انا النهارده شفتك رايح بتجري ورا فنان، والفنان البوديجارد اللي معاه بيحرجك بكلام جارح جدا عشان حضرتك بتتعامل لا مبالاة وما بتحترمش المكان اللي انت فيه. انا في عزاء، مش رايح علشان اخد اللقطة واجري، مش رايح عشان انتظر بعيد عن المكان اللي بيقام فيه العزاء استنى الفنان اللي داخل واجري اهجم عليه واحاول اصوره ويجري والبوديجارد يقول لي كلام مش حلو. وبرضه مفيش عندنا رائحة، يعني مش عارف اقول الناس دي دمك بيهرب في الوقت ده ولا بيروح منك في حتة. يا جماعة عيب. حضراتكم انتوا لو اعلاميين وصحفيين بجد واصحاب مهنة وناس مهنيين عمركم هتعملوا الكلام ده، ولكن اللي بتعملوه ده انتوا بتسيئوا لاصحاب المهنة الحقيقيين. الناس دي ناس شرفاء جدا وبتحترم الكلمة اللي بتكتبها او الكلمة اللي بتطلع منها، وبتحترم ازاي بتاعها، وتحترم ازاي اما تكون في موقف ما يبقاش ضعيف قدام اي حد. ولكن اللي رايح يتوسل لممثل ولا البوديجارد وياخد كلام حلو وفي النهاية يضحك برضه ويجري وراه، حكم الدم هرب منه. ولاقي احد الساده الفنانين جايب معاه واحد والتاني ورايحين داخلين عزاء، الكلام ده من حوالي يوم او اتنين، وداخلين العزاء والراجل اللي بيقدم واجب العزاء يعني زجاجات ميه وحاجات زي كده ياخد بايده كده زجاجه ويحطها في جيبه. ايه يا عم الفنان، ايه اللي جرى؟ يا راجل ده انت فنان، عيب كده يا راجل، ده انت فنان. ولا الكلام ده بيقرا عند الناس دي. الموضوع انا رايح المكان ده عشان اجرح في الفنانين، اجرح في الصحفيين الحقيقيين، اجرح في الاعلاميين، الناس الشريفة النزيهة. انتوا ايه؟ انتوا رايحين ببلدنا لحد فين؟ حضراتكم اعلاميين بجد ولا حضراتكم صحفيين بجد؟ ولا حضرتك عشان دخلت لي على النت عملت لي موقع ولا صفحة ورحت مثلا اتصورت مع وكيل وزارة ولا مع مدير ولا وحطيت شوية صور وتضحك بيهم على اهالينا ان انت ليك صلاحية او انت ليك لازمة، وفي الاصل والله انت مليك ريحة 30 لازمة. عيب. اللي بيحصل النهاردة
بقى إساءة للجميع. والله أحيانا بروح أغطي في أي مكان، مجرد ما بجد هذه المهزلة بقوم على طول لافف ومدور وماشي، لأن مش هينفع أدخل المهزلة دي وأقول أنا من ضمن الناس دي، أنا معرفكوش، لأن اللي بتعملوه ده أنت بتسيء ليا والغيري والغيري والغيري، وحضراتكم لستم أصحاب مهنة ولا مهنيين ولا معكم تراخيص للكلام ده، شغالين كده بالبركة زي ما بيقولوا. عايز تعمل لقمة عيش أو سبوبة إحنا ما بنعترضش، ولكن عشان تعمل سبوبة ولا تاكل عيش احترم إن فيه ناس بتنتمي للحدوتة دي وانت بتسيء للناس دي. لازم تكون قدوة للناس دي. لكن الاقي الناس اللي ريحة، يعني لما انا اصل لان حد اعلامي ولا صحفي يصل بيه انه يروح يقعد على مائدة ويقول الله الاكل ده حلو، الاكل ده مش عارف ايه، طب خلي بالكم تعالوا، لا ايه ده؟ انت رايح فين؟ حضرتك اطلع، انا راجل بعمل اعلان، انا راجل بأدي وبعمل اعلان، رايح اعمل اعلان لمطعم، اعلان لكافيه، براحتك. لكن انت بتوصل لاهالينا ايه؟ بتصدر لهم ايه؟ استأذن حضراتكم، الحاجات دي بقت بتسيء لنا جميعا. خطوتك اللي بتخطيها واسلوبك اللي انت بتتبعه في الاماكن العامة والاماكن المغلقة ده بيسيء للجميع، وده مش من حقك. يعني انا حكاية جميلة جدا هحكيها لكم سريعة جدا في محافظة المنوفية. موقفين تموا في عزاء واحد. شخصية من الشخصيات السياسية المرموقة اللي لها تاريخ على أرض الواقع في محافظة المنوفية، عندهم عزاء، معالي الوزير المحافظ رايح يؤدي العزاء، فوجئ لأن أحد السادة اللي أنا بتكلم عنهم دول واخد مصور معاه، صور المحافظ وعينك عليا لحد ما سلم عليه، خلصت الليلة على كده، لو انت ما جبتنيش حسابك عندي ملاش حاجة. المصور تنه محافظ على ان تك 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 ويجيبه وبيسلم على معالي المحافظ. يا سيدي اهلا وسهلا، ايه اللي حضرتك صدرته لاهالينا النهارده بالموقف ده؟ صدرت لاهالينا ايه؟ حضرتك قمت سلمت على معالي الوزير المحافظ واتصورت ونزلت بوست كبير جدا وعملت ليله كده في ليله المحافظ وعملنا وي عملت ايه؟ صدرت ايه؟ بستأذن حضراتكم لله، عايزين نرتقي باسلوبنا شويه ونحترم ثقافه المجتمع اللي احنا عايشين فيه. الناس فاهمه كل حاجه، الناس عندها ثقافه عاليه جدا، عايزين نحترم المستوى الثقافي اللي حوالينا. ما ينفعش لان اللي جنب منك واللي جنبه واللي جنبه شايف ده بيصور، شايف انك قمت ورجعت، شكلها العام مش حلو ومش مستحب. ولا التاني، خلينا في التاني بقى. التاني واقف، القرآن شغال، قرآن ربنا شغال، الناس داخلة الناس طالعة، أهل المتوفي مجروحين، ونفاجأ نلاقي الشخص ده طالع هوب بس مباشر عمال يتكلم في العزاء. القرآن شغال وده عمال يتكلم في بس مباشر، والنهارده يا حبيبي انت رايح فين؟ انت بتهبل بتعمل ايه؟ ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ انت شغال ايه؟ حاجات كده لو هتكلم فيها ناس كتير هتزعل مننا، ولكن ما دمت انا بطلع وبتكلم بما يرضي الله انا مش هيهمني زعل اي حد. اللي مش هيحترم المهنية اللي احنا شغالين بيها استحمل الكلام اللي انا كل فترة هطلع اقول الكلام ده. ولعلمكم بأمرك يا رب
هشغل ورا حضراتكم مراسل واثنين وثلاثة، هيجيب الفواكه اللي انت ما تحلمش بيها، لا انت ولا هو ولا هي. هنجيب الفواكه دي كلها وهنجيب صوت وصورة كده وهنعلق. مش هنطلع بأي حاجة خالص الا ان نشتغل عليكم الفترة اللي جاية دي عشان نشوف انتوا رايحين بينا لحد فين. ايه المادة اللي بنقدمها لأهالينا؟ الله أعلم. قدرنا نخدم مجتمعنا في حاجة؟ الله أعلم. رايحين ناخد شو إعلامي نتصور هنا وهنا وهنا ونروح نقول للناس إحنا وأنت ولا. ده تقرير لازم أنزل بيه وبالأصول، وهننزل مرة واثنين وألف نتكلم في الموضوع ده. واللي يزعل بقول له حضرتك ازعل. والقنوات اللي فاتحه بابها لمن هم يدعون الإعلام عشان أهم حاجة عندكم الجنيه، بندعي من ربنا إن قنواتكم دي تقفل الصبح، لأن أنتم يا أصحاب القنوات اللي بتشجعهم على الفساد اللي احنا فيه النهارده ده. لأن اللي بيحصل ده فساد. ما أنت بتشجع واحد بيقول لك أنا طالع على قناة كذا، عينيا الاتنين، قدمت للناس إيه؟ يبدأ يشتغل على الناس، هنعمل والناس بتاخد من الكلام. الناس عندنا يا جماعة أهالينا معروفين في كل دول العالم بالطيبة، بنصدق أي حاجة بسرعة، ما نستغلش الناس الطيبة ونضحك عليها وناخد منها السبوبة بتاعتنا وهم ممكن يكونوا في احتياج ليها أكتر منك. كل التحية وكل التقدير لحضراتكم.